وأخيرا وبعد طول انتظار أخيرا ولله الحمد انسدل الستار عن القائمة المنتظرة من قبل الجميع المخصصة لمعسكر إسبانيا اللي يتضمن مباراة وحدة ضد المنتخب الكولومبي. وضمت القائمة كل من جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل بمركز حراسة المرمى. وقلوب الدفاع هم كل من أحمد يحيى ومصطفى ناظم وعلي فائز ومناف يونس وسعد ناطق وألان وبطرس. أمامهم ميرخاس دوسكي وهمام طارق وشيركو كريم وألاي فاضل، هذولي أظهرة. وبخط الوسط عندنا العماري وأسامة رشيد وكيفن وعطوان وبايش، وهمينا وياهم إقبال وبشار وحسن عبد الكريم وحسين علي وأندري صناطي. وبالمقدمة عندنا أيمنوفسكي وميمي وباشانج. وبس ذاتس ات. بالنسبة إلي أشوفها قائمة ممتازة. ليش؟ شوف ناو أكيد أكو بعض الأسماء الموجودة بالقائمة ما تلبي الطموح، كنا متفقين على هالشي، ولكن شنو الهدف من استدعائهم؟ فكروا بيها شوي. ايش بيكم يا اخوان؟ ايش بيكم؟ ما يراد لها روحها للقاضي. الهدف الرئيسي من استدعائهم هو تجربتهم يا اخوان. وامام منو؟ امام المنتخب الكولومبي. فان ابدعوا بقوا، وان فشلوا وهذا ما لا ريب فيه فسيطردوا للأبد. فلا تقلقوا من تواجدهم ولا تهاجموهم أبدا يا أخوان، فهم ضيوف وقتيين وواجب علينا احترامهم وتقديرهم لحين انصرافهم. أما بالنسبة للمحترفين فأغلبهم جيدين، وسيكونوا إن شاء الله مكسب كبير للكرة العراقية. بس أكيد ومثل كل مرة تنعلم بيها القائمة لازم نزعل على مدربنا. وبالنسبة إلي زعلت كثيرا من المستر كاساس لعدم استدعائه الهيران أحمد بالرغم من تألقه بسويسرا. وأيضا كان ودي أشوف يوسف أوراها مرة ثانية بس ويا المنتخب الأول، ولكن ما صارت. بس شو نسوي بعد؟ هذه اختيارات المدرب ولازم نحترمها، حتى وإن لم نتوافق معها فهو أعلم وأدرى بما يناسب المنتخب. So yeah, I think that's it. So peace out.